بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل من والاه. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة مع النور. وزي ما بنقول دايما، كل بيت محتاج سند، محتاج كلمة تطمنه وقت الخوف، وكل علاقة في حياتنا محتاجة كلام يحسسها بالأمان. الكلام مش مجرد صوت، الكلام نور ينور الطريق، جسر يربط بين قلبين. والنهاردة هنفتح صفحة إنسانية مؤثرة، هنتعرف وهنسمع عن سيدنا عبد الله والسيدة أمنة، أصل النور الإلهي اللي ربنا أهداه لنا. والنهاردة هنعرف كل الأسرار مع ضيفي الدكتور محمد وسام خضر، عضو الهيئة الاستشارية العالية للتدريب والبحوث والأمين بالدار الإفتاء المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. ومعانا كمان ضيفتنا العزيزة الدكتورة ألفت مهنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. والله النهاردة إحنا هنتكلم عن أصل النور، أصل البذرة الأولى. فعايزين نتكلم من غير ما نحضر ولا ورقة وقلم، عايزين نتكلم من القلب، نتعرف على سيدنا عبد الله والسيدة أمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. عندما نتحدث عن سيدتنا آمنة وسيدنا عبد الله، نحن نتحدث عن أعظم أبوين وأكرم والدين أوجدهما الله تعالى. الله أكبر. يكفي أن الله هيأهما ليكونا مستودعا لأعظم نور عرفته البشرية، لأعظم رسول، لخير نبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي وصفه ربه سبحانه وتعالى في كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وتقلبك في الساجدين. والساجدون هم آباؤه الكرام وأمهاته الكريمات، الذين تقلب في أصلابهم نوره المبين، فلم يزل كما يقول الإمام البوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء. الله أكبر، ما شاء الله. حتى قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير قوله: وتقلبك في الساجدين، قال: لم يزل ينتقل من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجتك نبيا. في سر حضرتك قلته لي، عايزة السادة المشاهدين يتعرفوا عليه. إيه الأصل مع سيدنا آدم مع سيدنا محمد؟ هو أصل ستنا أمنة، العظمة في ستنا أمنة أنها المخلوق الوحيد الذي جعل الله تعالى فيه القدرة على تحويل هذا النور الملكوتي إلى إنسان كامل. يعني حضرتك عايز تقول لي من المقام الأحمدي المقام المحمدي؟ أظهرت قضية الوجود ستنا أمنة عندما خلق الله تعالى سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، وأمر الملأ الأعلى أن يخروا له سجدا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هو في الحقيقة وما سجد الأملاك إلا لغرة بها في وجهه نور طه تهلله. يعني لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. يبقى هو في الحقيقة السجود لسيدنا آدم تعظيم لنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. هو ده السر. فالنور انتقل من صلب أب إلى أب في الملكوت، حتى وصل إلى سيدنا عبد الله الذبيح، الذي من أجل كونه أبا لرسول الله فداه الله تعالى، إلى ستنا آمنة. وهنا تحول هذا النور الملكوتي إلى إنسان كامل صلى الله عليه وجنين وسلم. عظيم في بطنها وفي رحمها، ما شاء الله. عليها سلام الله. ولما انتقل هذا النور من سيدنا عبد الله لستنا أمنة، صرخ الشيطان صرخة عظيمة ونكس 40 يوما. صرخ ليه بقى؟ صرخ لأن جاءت الإنسانة التي أثبتت عظمة الجنس البشري بسيدنا النبي، إن هذا النور الملكوتي اللي أبى أن يسجد له إبليس أظهرته ستنا أمنة في إنسان كامل، وحولت الملكوت إلى إنسان كامل. ولذلك
يعني جاء في السيرة أنه صرخ ونكس 40 يوما وقال للشياطين يا ويلنا قد أهلكتنا هذه آمنة. المرأة. اه طيب دكتورة ألفت، عايزين نرجع بس لورا شوية لجد الرسول عليه الصلاة لما والسلام. عليه الصلاة والسلام لما قرر الندر. ممكن حضرتك تعيشينا كأن احنا هناك بنتفرج وتاخدينا في رحلة كده قدام الكعبة وهم واقفين وجد سيدنا النبي بينظر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى على آله وصحبه آبائه وسلم. وأمهاته وأولاده وذريته. حقيقة أنت عارفة إن أنا بتعود دايما لما نكون بنتكلم على حد لازم أستأذنه بإن أقرأ الفاتحة له. نقرا الفاتحة. يا فبنقرأ نهار أبيض. الفاتحة لروح السيدة آمنة وروح سيدنا عبد عليه الله السلام عليه السلام. حتى يكون معنا. يا رب. فنمد من أمدادهم ونمد من أسرارهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نخبط على الباب ونخش. نخبط على الباب من خلال كلام سيدنا النبي، لأن عليه الصلاة الحقيقة والسلام. أنا بحب دايما أربط كل كلامنا، لأن مش مهما اتكلمنا فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلام. فلما نشوف نلاقيه بيقول إيه؟ بيقول إن هو لم ينقل نطفته إلا من الأصلاب الطاهرة والأرحام الطاهرة. صح. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في القرآن يقول إنما المشركون نجس، وهو سيدنا النبي بيقول إنه هو لم ينتقل إلا في الطهر، معناها إن هم لم يكن في أجداده حضرتك بتردي كافرا. على الناس اللي هي كافرا. فيها مجادلة. خلاص إحنا مش بنجادل، خلاص إحنا كده. بنتكلم بكلام سيدنا النبي. صلى عليه الله الصلاة هو اللي والسلام. قال كده. حتى جاء في تفسير وتقلبك للساجدين زي ما قال سيدنا الشيخ إن هو إيه؟ تقلبه من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. والطهر هو عكس الإيه؟ الرجس. عكس الرجس. مم. فإذا كان المشركون النجس فهم لم يكونوا أيا منهم. فلما يجي سيدنا النبي بقى ويفتخر بأنه يقول إيه؟ ولما نقول يفتخر مش معنى كده إن هو بيحتاج لده، لكن لا، بينور بصيرتنا احنا اللي محتاجين ده. إحنا بينور بصيرتنا هو جاي منين؟ مم. أجداده مين؟ فيقول إيه؟ أنا ابن الذبيحين. أنا ابن ابن الذبيحة. الذبيحين. القصة دي محتاجين الذبيح نعرفها. الأول يمكن كلنا عارفينها، وهي قصة ذبح سيدنا اسماعيل. إسماعيل، وأن الله فدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم. كلنا عارفين ده الذبيح الأول. الذبيح الثاني اللي هو سيدنا عبد الله. القصة إيه؟ إن جده لما خرج وكان يعني ربنا سبحانه وتعالى أراه في المنام إنه يحفر بئر زمزم. فلما جه يحفر ما كانش عنده هذه الأولاد دول أو العزوة زي ما بنقول. كان عنده ولد واحد. ما كانش عنده العزوة. فقريش تكالبت عليه فنذر إنه لو ربنا أعطاه 10 من الأولاد ويوصلوا لسن الرجولة إنه هيذبح واحد منهم. بس قبل ما نكمل القصة حضرتك، النذر ده صعب قوي، إن أنا أندر أذبح حد من أبنائي، ده حاجة. سؤال: هل هو ينطق عن نفسه أم هذا أنطقه الله؟ أنطقه الله. عشان نيجي سيدنا النبي بعد كده يقول أنا ابن الذبيحين. صح. فلو ما كانش عمل كده خلاص. يعني لما بننظر لأحداث السير على أنها مراد الله فينطق الله، هو يعني حتى لما نيجي نتكلم يعني على ذبح سيدنا إسماعيل، هو يعني في أمور كثيرة بترتبط بأسرار هذا الفعل. صح. فمش بمزاجهم. يعني لما ربنا يخلي سيدنا إبراهيم يطلب من ربنا ربي أرني كيف تحيي الموتى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش أي بيت يقول له اصحى؟ ما هو سيدنا عيسى، ما هو ربنا كان بيحيي. ليه خلاه يجيب طيور ويذبح الطيور وبعدين ينده للطيور؟ عشان لما يجي ربنا يأمره يذبح سيدنا إسماعيل يكون في عقله الباطن وفي وعيه إن ممكن بعدها ربنا يقول له انده له يرجع. فيقدر. ده اللطف الإلهي. لطف الإلهي لأنه يعلم ضعف دي البشرية. تفسير جديد على فكرة. أنا هنا مكان المشاهدين اللي لسه بيتمشوا في سيرة سيدنا النبي وعايزين يعرفوه. سيرة سيدنا النبي لن تنتهي، لأن يعني هو الكمال، فالكمال لا ينتهي. في كل قصة من القصص، هو مش قصص يعني احنا بنحبي بصراحة. لا، كل قصة فيها من الأسرار
والعلماء وأهل الله يعني أعطونا منها يعني ما يتكتب فيه كتب ما شاء الله. ومجلدات. فأنا بقول لك يعني لما نقول ليه عمل كده، لا ما فيش ليه، لأن كل ده ماشي في إيه؟ حكمة ربنا في مراد عرف عليه. الله، حتى يكون هذا الفعل بناء على أنطقه الله. ما نقولش ازاي يقول أقتل أذبح ولد من ولادي، لا عادي، ما هم كانوا بيوئدوا البنات. صح. فالقضية هنا ما فيهاش ليه، إنما فيها إيه؟ سبحانك رب، سبحان الله. سبحان رب. حتى يأتي سيدنا النبي بعدها يقول أنا ابن الذبيحين. فلما ندر وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم له هذا، فحتى إذا وكان سيدنا عبد الله هو أصغر الأبناء، فلما وصل مبلغ الرجولة خلاص كان هنا وجد 18 سنة مين؟ سيدنا سيدنا عبد الله. 17 سنة. 17. 17 سنة كما جاء في السير طبعا. مم. لكن أنا عايزة أقول لحضرتك هنا بقى نشوف جمال، يعني لما نقول قريش، لا قريش كانوا كفرة بس كان عندهم مبادئ. يعني عشان عندهم كده سيدنا النبي لما يطلع منهم، لا ده طالع من قبيلة معروف أصولها إيه. ما هو كان ممكن يجي في الآخر وما يوفيش النذر، صح. هو فين الشرع، لكن يوريك القيم اللي اتربى عليها، وهذه القبيلة والقيم بتاعتها شكلها إيه. فقرر إن هو إيه؟ يوفي النذر. النذر. طيب هيذبح مين فيهم؟ فلما تعجب قالوا له اخرج لعرافه، في عرافه. فرمت يعني زي ما بنقول عملت قرعه كده بلغتنا احنا كده، فعملت القرعه طلعت على سيدنا عبد الله. كان يعني أحب الأبناء احب إليه. الابناء إليه واخر العنقود زي ما بنقول. مم. وكان والنور سيدنا النبي في وجهه، هو ما يعرفوش بس كان منور. حتى ورد في السيره ان سيدنا عبد الله لما مر في الطريق وجاءت امرأة اعترضت طريقه وكانت تريد، وقيل ان هي اخت سيدنا أنا عرفت ورقة. إن سيدنا عبد الله كان بيطلب كتير لا الجواز. ودي يعني دي بالذات واحدة دي كانت اخت سيدنا ورقة بن نوفل، وبعدين تطلبه. وبعدين شوفي بقى رده ان هو يقول ايه؟ اما الحرام فلا. حرام ايه؟ ايوه، ما هو الحرام معناها ان هو الشيء القبيح، فهو رفض ان هو يعني يستجيب لها رغم ان ما كانش في دين يعني في هذا، لا حلال ولا حرام ولا شرع ولا في اي شيء. حتى لو قلنا ان طيب ما فين سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ارسل لقومه، مم. اما قريش والعرب لم يرسل اليهم رسول. وعشان كده بنقول بنقول كيف يعذب من وعد الله وقال في سننه الكونية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما فيش رسول. طيب يا شيخنا، احنا عايزين بقى حتة من القصيدة عشان نكمل كلام الدكتورة ونعيش في جو القصيدة للسيدة أمنة. القصيدة اللي ألفتها في ستنا أمنة رضي الله عنها وعليها سلام الله ورضوانه تناولت بداية النور أصل الذي كان في سيدنا آدم، ونظمت فيها آباء سيدنا النبي كلهم، الله. وقلت في وجه آدم أبو البشر كالنور ولا ضي القمر، كل اللي شاف نور انبهر وسجد له إلا من كفر، والنور في آباء انتشر ضي في محياهم ظهر، كانوا لنور ذات وصور رب اصطفاهم من البشر. وبعدين جيت بقى ايه نظمت آباءه الكرام، فقلت ايه؟ فقلت آدم وشيث آنوش قينان، مهليل ويرد النور أمان، أخنوخ ده إدريس أعلى مكان، مت وشلخ وابنه لمكان، نوح الدسام نور الوجود، وسمل أرفخشذ ممدود، شالخ وعيبر ده النبي هود، فالخ وأرغ صروح مسعود، كلها أسماء آبائه. ناحور لطارح أبو الخليل، آزر ده عمه بالدليل، وابن الذبيح سيدنا إسماعيل، نابت ورث نوره الأصيل. وهنا نقول إن آزر لم يكن والد سيدنا إبراهيم بل كان عمه. والعرب تسمي العم أبا. صح، في السيرة بلاحظ كده بالظبط. وربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن الكريم، قال إيه؟ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
سيدنا إسماعيل سماه أبا رغم أنه هو مش في السلسال بتاع الولادة بتاعه. وبالتالي يقول إيه أبي فلان لأبيه آزر، فلما قال لأبيه آزر عرفنا أنه عين الاسم، وأن الأب يطلق على العم ويطلق على الوالد، زي ما سيدنا النبي بيقول برضو عم الرجل صنو أبيه. ولذلك لما سيدنا إبراهيم نهي عن أن يدعو أو أن يستغفر لآزر دعا لوالده، فقال إيه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وده كان في آخر حياته. صح. ليه؟ لأنه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهو لا يدعو لمن نهاه الله عن الدعاء له، يبقى دعا لوالده الصلبي، فعلمنا بذلك أنه لم يدعو إلا لمؤمن. صح. ولذلك بقوله يشجب ويعرب كانوا نور، تيرح وبعد ابن ناحور، وابن المقوم كان منصور، أدد وأد وكانوا بدور، عدنان معد نزار مضر، الياس ومدركة ده القمر، بالنور خزيمة ابنه ظهر، وكنانة والنضر اشتهر، مالك وفهر غالب لؤي، كعب ابنه جاب مر الزكي، وابنه حكيم جد النبي اللي هو لقبه كلاب، وابنه حكيم جد النبي لأمه وابوه كان يضوي ضي. ما شاء الله. سيدنا حكيم هو الذي ظهر منه النسل، نسل ستنا أمنة ونسل سيدنا عبد الله. فبقول إيه؟ فقصي ليه خلف 2، قصي اللي هو جد سيدنا عبد الله، وزهرة جد ستنا أمنة. فقصي ليه جده لأب، عبد مناف هاشم لقب، جاب سيدنا عبد المطلب عبد الله والله أغلى أب. الله أكبر. زهرة لأمه جدها، عبد مناف من قدها، وأبوها وهب وعندها مسك الختام يا سعدها. يا سعدها يا بسيدنا سعدها. النبي طبعا، يا سعدها. بيهم حبيب ربه افتخر، مع إنه تحريمه صدر، لا تفتخر باللي كفر، يبقى إيمانهم معتبر. طه مدحهم كلهم، أخيار ولا فيه زيهم، دول اصطفاهم ربهم، والنور حبيبه اختصهم، هم اللي كانوا مظهره، وبنور جماله بشروا، وبسره فيهم نوروا، وبعز جاهه اتبختروا، آباء سادات الورى كانوا لطه مفخرا، سروا فأصلبهم سرى من طاهر لمطهرة، من صلب أكرم والدي هو سيدي وابو سيدي، قد فاض نور محمدي للساجدة من الساجد. ما شاء الله. يعني الله حضرتك أكبر. قصيدة جميلة جدا جدا جدا. مم. نرجع بقى تاني لسيدنا عبد الله لما طاع والده، وطاع والده مرتين، طاع والده في الذبح ما اعترضش، وطاع والده لما قال له اتجوز ستنا أمن. فحضرتك احكي لنا شوية عن سيدنا عبد الله، صفاته. سيدنا عبد الله ده كان يعني أجمل فتى في قريش، كان عنده نور في هو جبينه، ده نور وكان سيدنا. كريما، وكان شجاعا يروى عنه بطولات عجيبة، وكان شاعرا، ويعلم سيادة وشرف آبائه، هو عارف موقعه. مم. وكان يقول لقد علم السادات في كل بلدة بأن لنا فضلا على سادة الأرض، وأن أبي ذو المجد والسؤدد الذي يساد به ما بين نشز إلى خفض، وجدي وآباء له أثلوا العلا قديما بطيب العرق والحسب المحض. وكان عفيفا وكريما، وتروى عنه من الكرامات والبركات، حتى إنه هو الذي بشر قريش بهلاك أبرهة. جاله رؤية. هو اللي بشر قريش بهلاك أبرهة، فقالوا ما أكثر يمنك يا عبد الله. يعني أبوه سيدنا عبد المطلب سيد الحنفاء هو الذي دعا
فأتى الله بالطير الأبابيل ليهلك أبرهة، وابنه سيدنا عبد الله هو الذي بشر قريشا فكان يمنا على قومه رضي الله عنه وأرضاه. دكتورة ألفت، عايزة أروح لبرضو نقطة مهمة قوي. لما ستنا أمنة سابها سيد عبد الله بعد 10 أيام، عروسة لسه 10 أيام، قال لها أنا رايح عشان التجارة. كانت السيدة أمنة إزاي حكة أنثى زوجك إحنا لسه متجوزين بقالنا 10 أيام وتوافق وتسامح إنه يطلع؟ الفكر ده عايزة أقوله للسادة المشاهدين. لا يعني احنا لما نتكلم عن السيدة آمنة هنلاقي سلوكيات امرأة واعية ناضجة رغم صغر سنها، مدركة ان هي ليها مهمة. ويمكن انا دايما بقول لك في كل الحلقات ان ادراك المهمة فعلا كلمة حضرتك دي مهمة، ادراك المهمة يخلق الهمة. صح. فهي مدركة وان كان في روحها مش في الظاهر، فربنا سبحانه وتعالى جعلها مدركة لهذه المهمة. وهي أي امرأة يعني حاجة عايزة تقولي إن ربنا أهل ستنا أمنة طبعا لهذه المهمة ده من الصغر. أنا أقول لك ده مجرد اختار الاسم آمنة، صح. في القصيدة أيوة كان شيخنا قايل كده، سمى اسمها أسمى بما سمى طبعا امرأة، طبعا كشف المصير لحالها أن تقرأ. أيوة عايز تعرف هي فين؟ اقرأ اسمها. وبعدين يجي سيدنا النبي في كشف الحديث المصير لحالها أن تقرأ، أي قبل خلق العالمين مبرأة ببراءة سبقت على البهتان. طبعا. وبعدين يجي سيدنا النبي يقول إيه في الحديث؟ إن كل امرئ حظ من اسمه. صح، ده مهم قوي بقى. طيب ودي آمنة. وبعدين آمنة بنت مين؟ بنت وهب الهبة. عايزين ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نفهم ده هو اللي بيصطفي، ويصطفي ما يشاء لما يشاء. يصطفي من الأماكن، يصطفي من الأزمنة، يصطفي من الأشخاص، يصطفي. هو اصطفاء. فلما يوهب فراح مدينا اسم ايه؟ آمين. عارفه يعني زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى يضيء لنا انوار. افهموا، صح. هو وهب خلاص. ما تسالوش، اذا اعطى الوهاب فلا سؤال. لو سالنا مش هنعرف مش نرد، ولا من حق. لا يسال ما ده مقام الوهيه، لا يسال عما يفعل. وبعدين آمنة بنت وهب، اسمعي الاسم انسي خلاص. وابنها محمد بس خلاص بقى عليه الصلاه والسلام. أنا طبعا ده موضوع تاني، لكن انا بقول لك ان احنا لما نتكلم عن السيده امينه وادراكها للمهمه والرؤى اللي كانت بتجيلها. كانت بتجيلها وهي حامل في سيدنا النبي. كانت بتجيلها وهي حامل في سيدنا النبي. وكانوا بتبشر بانها حامل في سيد الخلق، وكانت ترى النور، وكان يعني في رؤى كثيره. انما انا عايزه اقول لك ايه، ان ادراك المهمه ده، واي واحده في مكانها لسه عروسه جديده، يعني بيقال ان هو حتى مات وهي لسه الحنه في ايديها مع 10 ايام. الحنه في ايديها، لكن هو مراد الله يجعلها تستسلم لامر الله، استسلام برضا واستسلام بيقين. هي اي برضه في نفس الوقت ما هي عايزه تثبت ان هي متجوزه راجل بقى طالع مع القافله، فحتى كأنثى فخوره بان جوزها طالع بقافله بالرحله. فده شيء طبيعي. ونفس الشيء ده هنستغربه لما نلاقي ان هي، طب هي فقدت الاب، ازاي تسلم ابنها لمرضعه؟ لا دي هنخش فيها تاني، لان دي طبعا لسه هنيجي لحظه الولاده. لان انا بتكلم على دي كأنثى. انا اصلا ما انا بقول لك كأنثى عندنا الموقفين دول. لا ده بتخرج من حاله الانثى العاديه لانثى بمعده، انثى نرجع مؤهله. بقى لعبد الله، سيدنا عبد الله لما ساب ستنا امنه وراح. حضرتك كرجل مشاعرك بتبقى عامله ازاي؟ انت لسه متجوز جديد وسايب زوجتك وطالع على باب الله، وبعدين يتعب ويدفن في المدينه. وانا استوقفني هنا ان هو اتدفن جنب المدينه او في المدينه. يا ريت تصلح لي دي وتعيشنا المشهد ده. سيدنا عبد الله اولا تجليات اسمه الشريف انه عبد الله. صح. ده وهنا اقف وقفه عند دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يقول فيما صح عنه: عبدك وابن عبدك وابن أمتك.
فوصف والديه بأعلى أوصافه وهي العبودية. مهم. أعلى صفة سيدنا النبي وصف بهذه الصفة في إسرائه، سبحان الذي أسرى بعبده، كل سنة وفي وإحنا طيبين. معراجه فأوحى إلى عبده، فوصفهما بأعلى أوصافه. وسيدنا النبي مش هيصف أبويه بهذا الوصف وهما غير مؤمنين، لا حاشاه. طبعا، حاشاه. لا حاشاه. يعني خلاص حاشاه. بل الجلال اجتمع ده فيهما، خلاص. شوف الأوصاف اللي اجتمعت فيهما رضي الله عنهما من تجليات اسمه الشريف، وأنه أعبد الخلق لله، لأن النور المحمدي وصل إليه ومنه انتقل لستنا السيدة آمنة عليها السلام. فبنقول إيه؟ بنقول وصفهما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود وتقلبك في الساجدين، وبالاصطفاء لما سيدنا النبي قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى، وبالخيرية فأنا خيار من خيار، صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. وبالعبودية عبدك وابن عبدك صلى وابن الله عليه أمتك، وسلم. وبالطهارة لم الله. أزل أنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة، وبالأفضلية فأنا أفضلكم نسبا وأفضلكم موضعا، السجود. احنا قلنا السجود وقلنا الخيرية والأفضلية. أوليس قول المصطفى المختار أنا خيركم بيتا خيار خياري أفخير بيت للورى في النار؟ حاشا. هذا حاشا. وربي حاشا. أقبح حاشا. البهتان. لا، حاشا حاشا. حاشا. ولذلك كده خلاص، يعني أي حد بيفكر لأني وأنا في الطفولة كان اللي مانعني عن سيدنا عبد الله وسيدنا آمنة إني على طول بحس إن في حاجة مش فاهماها، ولما كبرت على كده. عشان كده أنا النهاردة مبسوطة جدا إن إحنا بنفسر ليا وللسادة المشاهدين مقامهم. سيدنا عبد الله أعظم أب في الوجود. ليه؟ لأن في صلبه سيدنا محمدا صح. صلى الله عليه وآله وسلم، وستنا آمنة أعظم أم في الوجود. العلماء اتفق علماء المسلمين على أن أفضل بقعة في الكون هي الروضة الشريفة أو الروض الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما بنقولش قبر، بنقول روضة من طبعاً رياض روضة الجنة. شريفة. هذا المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقل العلماء الإجماع على أنه أفضل من العرش، وأفضل من الكرسي، وأفضل من الجنة، وأفضل من السماء ومن الأرض. وده تراب، فكيف بالرحم والبطن الشريفة التي حملت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتغذى منها وهو فيها وغذته. طبعا. إذا دخل شيء في الجوف من فضلات سيدنا النبي يمنع الإنسان أن تمسه النار، فكيف بمن تكون في بطنها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك سيدنا عبد الله هنا احنا بنقول هو أقرب الساجدين سببا ونسبا لرسول الله. الآباء من سيدنا آدم لسيدنا عبد الله أقربهم ويعني أكثرهم وصلا بالنور المحمدي سيدنا عبد الله، ما شاء الله. ولذلك تجلي اسم العبودية اللي ربنا سماه لي في الأزل يكفي فيه فخرا وشرفا أنه عبد الله. وإن سيدنا النبي لما وقف على المنبر كما ورد عنه قال أنا محمد بن عبد الله يفتخر بأبيه، مع أنه قال في الحديث الآخر إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم المشركين أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. فلما هو حضرته يفتخر بآبائه فدل على أنهم في غاية الشرف والكمال والإيمان. صح. ولذلك سيدنا عبد الله لما فارق ستنا آمنة هو هنا صاحب قضية، وهو هنا يعني من عظماء قريش ومن نسل شريف طاهر، يعلم أنه يذهب للتجارة ويذهب ليمد هذه القبيلة ويمد مجتمعه وقبيلته بمدد التجارة ومكاسبها. فهو في الحقيقة درس للذي
يعني يعمل ليسعد الناس. وأيضا سيدنا عبد الله لما يعني سافر، ولما ذهب إلى المدينة المنورة، هو دفن هناك. هو دفن هناك في المدينة المنورة. فهو سافر إلى المدينة المنورة وعند أخواله اللي هم والدته اللي هي اسمها فاطمة. ولذلك سيدنا النبي سمى ستنا فاطمة على اسم أم أبيه، ستنا فاطمة بنت عمرو. يعني جدة سيدنا النبي كانت اسمها ستنا فاطمة؟ كان اسمها السيدة فاطمة. وأيضا أم ستنا أم سيدنا علي اسمها فاطمة بنت أسد. وأم ستنا خديجة اسمها فاطمة. لا دي معلومات جديدة دي. فواطم. وأم ستنا آمنة اسمها برة رضي الله عنها وأرضاها. فانطلق سيدنا عبد الله للمدينة المنورة في رحلة التجارة، وهناك مرض وانتقل إلى رحمة الله ودفن في دار النابغة. دار النابغة موقعها دلوقتي جوه التوسعة، يعني جوه توسعة الحرم الشريف. سبحان الله. يعني موجود هو. ولما تيجي باب السلام قدامك وباب الهجرة على يسارك، تخش باب الهجرة وتمشي حوالي 5 أعمدة هتلاقي قبة، هو تحت القبة. ما سبحان الله، سيدنا عبد الله في المدينة وستنا آمنة في مكة. لا ليه؟ في الأبواء. في الأبواء بس يعني في النص. يعني هي كانت رايحة تزور سيدنا عبد الله وأخذت الرسول عليه الصلاة والسلام معها وماتت في طريق العودة. هي أقرب إلى المدينة برضه. طيب شعور سيدنا النبي كان عامل إزاي وهو مع والدته وشايفها كده بتموت؟ يعني طبعا ده شعور هنا بقى البشرية طبعا، وفي كان سن صغير 6 سنين. لكن كلامها هي كلامها وهي بتبص له كده وتقول ان هي فخورة انها قد ولدت طهرا. هي كانت مدركة مين هو اللي في بطنها ومين اللي اتولد، عشان كده كلامها فضل في ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومدرك ان هي أدت المهم. عشان كده بنقول هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقد الأب وفقد الأم، ده مراد الله حتى يكون الله هو ربنا هو اللي يتولاه، وحتى يكون يعني كل إنسان بيفقد غالي يتذكر. ما هنا سيدنا النبي يحب يعلمنا إن هو في قلبه البشري هو بشر طبعا. يعني هي بشريته، بس هي بشرية خاصة. احنا عشان كده بنقول في بشرية لكن بشرية لها صفات خاصة. ربنا جعله يتحمل ما لا يتحمله الجبل. صح. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما نزل فين؟ على قلبك. شوف الفرق. صح. هو له هو ايه، وهو نفسه عشان كده قال ايه؟ لست كهيئتكم، انا شكلكم، لكن كونوا ان في صفات متفقة بيننا وبينه مش معناها المثلية. لما تقولي الواحد مثلا او الواحد انت شجاع كالاسد، احنا بنتكلم على صفة واحدة زي الأسد، لكن مش مثلية، مفيش مثلية. فهو يعني في شكلنا لكن ليس مثلنا. المثلية هنا في بعض الهيئة، في هيئته. ليه؟ عشان يكون قدوة. أن يكن لكم في رسول الله أسوة. هيبقى قدوة ازاي إلا لو كان في شكلنا؟ لكن حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم قدري إلا ربي. وده اللي خلاه واحنا في ذكرى الإسراء والمعراج هو الذي يتحمل أن يدخل في ويزج به في لقاء الله سبحانه وتعالى حتى يكون قاب قوسين أو أدنى. فبشريته لازم لما نذكرها بأدب، لأنها مش زي بشريتنا احنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. أو هرجع تاني لحضرتك يا شيخنا وأقول لحضرتك ليه ساعتها في قريش كان الأولاد بيروحوا المرضعة؟ أنا بسأل نفسي السؤال ده على طول. إيه الحكمة؟ قريش تعودت دائما على أن يعلموا أبنائهم ويربوهم على الجلد، الصلابة، التحمل، القوة.
مش عايزينهم يطلعوا في دلع ودلال وكده. قريش قبيلة اشتهرت، وكذلك كثير من قبائل العرب يعني اشتهروا بأن يربوا أبنائهم على الجلادة والصلابة والشهامة، وإن هو يعني أمه أرضعته أياما ولكن أرسلته في بني سعد. ايه فسيدنا الحكمة؟ النبي هي دي حكمة أن يتربى دائما المولود في بيئة صافية، في بيئة صحية. دايما البادية يتربى فيها الإنسان وينمو فيها عقليا وجسديا وروحيا أكثر بكثير من من المدينة. الحياة المدنية. تمام. الحقيقة معلش مش هقطع كلام حياتك، بس هنا بيحضرني أنا كأم بقى. اه كأم هنا بعد إذن حضرتك طبعا، كأم لما بشوف الموقف ده بشوفه بمنظور تاني خالص، بشوفه في منظور الحقيقي لمعنى الأمومة والحب. الناس بتغلط إن الحب هو رغبة في التملك. حضرتك تقصدي ان اهم آه حاجة هي هنا ايه اللي نظرت يفيد لإيه؟ ابني. نظرت لمصلحته هو، اه مش دي لحنيتها نظرة هي، ام. مش لحبها ليه. نعم. عارفة مصلحة ابنها. ايوه ايوه، دي نظرة ام دي. ام بتدور على الافضل، ومش بس يعني انا باخد من الموقف ده دايما ان معنى الحب حضرتك عايزين عارفة كمان نخرج. الموقف ده اه مع سيدنا موسى ايوه، هي ووالدته بتلقيه لما لانها. خافت عليه ايوه ألقته. بس خلي بالك سيدنا موسى دي الهمت، ربنا الهمها وامرها، لكن دي لا، ده حب حقيقي، حب المفروض كل ام تتربى عليه، ان تحب اولادها الحب الحقيقي، مش رغبه في التملك. انا لاني في وسط مشاكل الناس، صح. مش من اكتر المشاكل اللي بتيجي الامهات اللي بيمسكوا بقى بر الوالدين وامك ثم امك ثم امك، وانها كانها صوت بيضربوا بيه ولادهم. لا، الامومه عطاء مش اخذ. الامومه والحب اني اشوف مصلحه اللي قدامي، مش ان انا يبقى عندي رغبه في التملك، ان أنا يبقى دايما في حضني. لا، هو مصلحته فين، هي أنا مصلحتها بشكركم فين. جدا، والكلام عن ستنا آمنة وسيدنا عبد الله لا ينتهي، وعدت الساعة كأن هي 10 دقايق في وجودكم. أنا بشكر حضراتكم والسادة المشاهدين. كانوا معايا شيخ وسام ودكتورة ألفة تنوروني، والنهاردة كان الكلام من القلب. احنا استمتعنا وعرفنا، وإن شاء الله النور يمتد لينا وليكوا في بيوتكم كلكم. أنا بشكركم. كانت معكم إنجي الدهشان.